يا هلا وكل الغلا. البرد قرفطنا. اليوم متدفي وقاعد وبقول لكم سالفة أشهر نصاب محترف، عشان الواحد يتعلم وما ينضحك عليه بكم كلمة. هالنصاب اشترى الحمار عزكم الله، وترس حلج الحمار ليرات ذهب، وصك حلج الحمار وداه وسط السوق. وسط زحمة الناس بطل حج الحمار عزكم الله نهق، كان يطيحون ليرات الذهب. تيمعت الناس حول المحتال اللي قال لهم هالحمار كل ما ينهق تطيح من حلجه ليرات ذهب. بدون تفكير وبدون مفاوضات اشترى كبير التجار الحمار بأعلى قيمة. عقب ساعات الحمار ينهق ما يطلع شيء، اكتشف انه ضحية نصب واحتيال. طار بيت المحتال ومعاه اهل المدينة، طقوا عليه الباب. طلعت لهم زوجته قالت لهم مو موجود، دقيقة اطرش له الكلب عزكم الله ينادي. تعجبوا الناس، كلب ينادي؟ قالت لهم ايه. حدت الكلب اللي ميوعينه من اسبوع، انحاش الكلب. عقب دقايق رجع الزوج ومعاه الكلب، طبعا كلب ثاني يشابه الكلب اللي انحاش. كبير التجار انثول ونسأل ايش جاي، وفاوضه على مشترى الكلب. جاب مبلغ كبير وداه حق زوجته وقال لها انا بطلع وهدي الكلب عشان يناديني. مرت كبير التجار هدت الكلب عشان يروح ينادي الكلب وما رجع. عرف كبير التجار انه تعرض للنصب للمرة الثانية، عصب وراح بيت النصاب ولحقوه للمدينة وكسر الباب. حق زوجة النصاب انا قاعد ماني ماشي لين يرجع ريلك. قعدوا طروا، صار الليل. رجع النصاب، شاف زوجته، شاف الناس، عصب على زوجته. قال انت ليش ما ضيفتيهم؟ قالت له هذول جايين لك انت مو لي انا. قالوا تردين علي بعد؟ قام طلع سكين وطعنها، صرخوا الكل. قال له يا المينون ذبحتها. قال لهم لا تحاتون، انا كل مره اقتلها وارجعها للحياه مره ثانيه. عقولهم طلع نايم من مخباته، عزف عليه. قامت المرة وراحت المطبخ سوت لهم عشاء. كبير التجار قال كم ما يكون هالناي انا شراي، وباع المحتال الناي على كبير التجار. خذ النصاب الفلوس من كبير التجار وهو ميت من الضحك، وهو زوجته اللي طبعا طعنها بسكين نايلون وهي حاطه صبق احمر. الصبح كل اهالي المدينه عند باب بيت كبير التجار يسالون عن الناي. ها بشر، شلون الناي وياك؟ كبير التجار خاف يقول لهم اني انا قتلت زوجتي وما قامت. قال لهم وايد زين. استعاروا التجار الناي من كبير التجار، وكل منهم قتل زوجته. لما فاض الامر فيهم وطفح الكيل فيهم، راحوا بيت المحتال وقضبوه وحطوه بخيشه. قالوا ما نرجع ليه ما نقطه بالبحر. مشوا ليه ما تعبوا. قالوا خلنا نرتاح ننام شوي ونكمل. وهم نايمين النصاب صارخ لحقوني يا لياويد. راعي غنم كان مثبتهم لما ناموا يا صوب الخيشة. قال ايش فيهم رابطينك وحاطينك بخيشة؟ قال بيزوجوني حق وحدة غنية بنت كبير تجار، وانا لا شفتها ولا شافتني. ترضى تتزوج وحدة لا شافتك ولا شافتها؟ قمنا نبدل ما عليه. تزوج وحدة لا شافتك ولا شفتها وثرية وايد، انا ببنت عمي على قدي. الطمع دش قلب راعي الغنم. قال له ما يخالف افكك من الخيشة وتربطني مكانك. النصاب المحتال حق زوجته ومعاه 300 راس غنم. راعي الغنم قطوه بالبحر. دعوا تجار المدينة بعد ما افتكوا منه وهم شقيانين رادين، ولا النصاب ببيهم. ها شلون طلعت من البحر وشلون يتقبلنا؟ قال لهم حرية البحر انقذتني.
لما شافتني الحورية وأنا غرق فكت الخيشة ووصلتني لمليال وعطتني 300 راس غنم وسبايك ذهب. قال لهم النصاب: يا سلام من جمال الحورية، ماني قادر أنسى صورتها. بغيت تزورني مرة ثانية ومستعد أعطيك الذهب اللي أنت بيه، لكن بشرط لا تقط نفسك بوسط البحر بعيد، لأن أختي تغار مني وهي وحيدة وأحلى مني. خاف لو شافتك تعطيك ألماس وجواهر وبلوزة LV لأنها أغنى مني. كبير التجار والتجار دش الطمع قلبهم، وقال لهم النصاب: المحتال قال أنا من باكر بفصل لي خيشة وبربط نفسي وبقط نفسي بوسط البحر بعيد. التجار ما كذبوا خبر، على أولهم طاروا وسط البحر، حطوا نفسهم بخياش وحذفوا عمرهم بالبحر. عقب هالطبة كلهم طبعوا وماتوا، ومن يومها صارت المدينة كلها للمحتال وزوجته.